السلام عليكم متابعين قناة المحرر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من شاطئ سيدي الطيبي الواقع بين شاطئ المهدية وشاطئ الأمم على مستوى الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي. اليوم نرصد ظهور صفائح حجرية بشكل مفاجئ وسط الرمال تشبه إلى حد كبير الحجر الكلسي. فكيف ما كتشوفوا معنا متابعين جريدة المحرر أن هذا الحجر باين وسط الرمل وكأنه كان مدفون وظهر مؤخرا، واللي كيلفت الانتباه هو أن هذه الصخور ما فيهاش طحالب بحرية، وهذا الشيء ممكن يعني أنها بقى جديدة وما بقاتش هنا، يعني ماشي مدة طويلة وهي متواجدة في هذا المكان. فالاحتمال الكبير هو أن حركة الأمواج المد والجزر حيدت طبقة من الرمال وخلات هذا التكوين الحجري يبان للجميع. وهذا الأمر كيوقع غالبا يعني في السواحل ديال المحيط الأطلسي، لأن البحر كما عارفين كيتبدل وكيتحرك كيحرك كذلك مع الرمال من مكان إلى مكان آخر. فهذه الظاهرة كتذكرنا أن الشريط الساحلي ديالنا كيبقى فضاء طبيعي متغير، ممكن في كل وقت يكشف طبقات أو تكوينات كانت مخبية أو لا مخفية تحت الرمال لسنوات. فمن هنا من شاطئ سيدي الطيبي المتواجد بين المهدية وشاطئ الأمم نقلنا لكم الصورة ديال هذا الحجر اللي ظهر جديد. فكنتمناو المعلومة توصل للجهات يعني المسؤولة عن الدراسات الجيولوجية ويجيو يحاولوا ياخذوا التقرير ديالهم بخصوص هذا النوع الحجر، لربما يكون فيه خير ومنفعة للبلاد ديالنا والعباد. فإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى بث آخر.